بس اهم حاجه تبقى بتحل بفهم وتركيز مش بتبصمج. اسمع مني يا ابني وروح الامتحان نايم كويس. مساء الخير، ازيكم يا دكاتره ثالثه ثانوي؟ كالعاده برضه قبل اي حاجه طمنونا على امتحان الصرف عملتوا فيه ايه، وهل جه شبه الامتحان التجريبي ولا لا؟ كومنتات مفتوحه معاكم، عيشوا وطمنونا عليه. وآتاكم من كل ما سألتموه من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. دلوقتي ميعادنا مع امتحان الكيمياء اللي قد تكون كانت صعبة إلى حد ما في فترة الشرح أو المراجعة مع بعض الناس. معاك حوالي يومين ونص، ويفضل تنام بالليل عادي جدا يعني ما تطبقش، أو لو عايز تطبق علشان المادة ما كانتش معاك كويسة أو في حاجات أنت ما لحقتش تراجعها في فترة المراجعة، فطبق عادي في الأيام اللي هي قبل الامتحان، إنما ليلة الامتحان نفسها ما تطبقش. اسمع مني يا ابني وروح الامتحان نايم كويس. أول حاجة معانا وهي تقسيم المادة. معاك يومين ونص اهمت، هتقسم المادة عبارة عن حاجتين. أحسن طريقة تقسم بيها المادة هي إنك تقسمها لكيمياء عضوية وكيمياء غير عضويه. الكيمياء العضويه تخليها في النص يوم بتاع النهارده ده. انت المفروض دلوقتي روحت من الامتحان فتغدى وابدا على طول في الكيمياء العضويه، خلصها كويس جدا ولم القوانين او المعادلات المهمه جدا فيها، ويا ريت برضه تحل عليها من اي كتاب انت كنت بتراجع منه. حتى لو انت حل الاسئله دي قبل كده اقراها بس كده او عيد عليها تاني، ايا كان بقى الكتاب، سواء كتاب الامتحان او مذاكره مستر خالد صار او وات ايفر، ايا كان عيد الكلام ده تاني يعني. خلاص النص يوم اللي هو بتاع النهارده ده راح على الكيمياء العضويه. من بكره بقى هتجيب الاربع ابواب الكيمياء العامه، هتخلص باب وتحل عليه زي ما قلت لك في الكيمياء العضويه من اي كتاب، وغالبا او اكيد هتلحق تخلص الكلام ده كله في خلال اليوم. بعد ما تخلص مراجعه الفصول او الابواب دي كلها اللي هم الخمس ابواب دولت يعني، فادخل على طول على حل الشوامل. اليوم اللي هو الاخير اللي قبل الامتحان على طول ده حل شوامل بس. ولو انت حتى كنت خلصت الاربع ابواب في اليوم اللي قبله خلصتهم بدري يعني، فاوكي ابدا عادي حل على طول، فاهمني؟ مفيش مشكله يعني. امتحانات الكيمياء زي ما قلت لك، لو انت مذاكر كويس جدا امتحانات المرشد يعني مش تاخد معاك وقت كتير، عشان الاسئله عندنا في الازهر ما بتبقاش تقيله الى حد ما يعني. بالنسبه بقى لاهم الحاجات اللي تركز عليها في المنهج فهي العضويه. حرفيا ده اكبر جزء بيبقى في الامتحان، خصوصا الاسئله اللي هي بتاعت التحويلات والكلام ده كله. ده مش معناه انك هتركن بقيه الماده يعني، بس بقول لك ده اهم حاجه يعني، ده يبقى ايه في اولوياتك. عشان كده قلت لك تبدا بيه النهارده وتخلصه بدري بدري. اما بقى بالنسبه لاقل عدد شوامل تحله في ليالي الامتحان ديت، فاقل عدد خالص هم 15 امتحان. عرفت تزود عن كده وطبيعي جدا هتعرف تزود عن كده لو مشيت زي ما انا قلت لك كده، انك تبدا بالعضويه وتخلصها كويس، وبعدين تدخل على الابواب اللي هم الاربعه التانيين تخلصهم كويس، وبعدين تدخل على الحل. فالامتحانات مش هتطول معاك، فطبيعي جدا هتحل بسهوله، والامتحانات مش هتاخد معاك وقت طويل جدا يعني. ال 15 امتحان دولت اقل عدد امتحانات، طبيعي هتعرف تزود عنه. ما عرفتش تمام عادي مفيش مشكله، بس اهم حاجه تبقى بتحل بفهم وتركيز مش بتبصمج. ونيجي بقى لاهم نقطه معانا وهي تسمع مين في ليالي الامتحان. فانصحك وبشده تسمع دكتور عبد الله شمس، وهو هينزل محتوى في ليله الامتحان خاص بالثانويه الازهريه، سواء بقى مراجعه او حل ايا كان يعني. في كلتا الحالتين انت مستفيد يعني. مثلا لو انت بتراجع الباب، لو هو منزل فيديوهات شرح يعني او مراجعه فاسمعها وانت بتراجع، ولو هو منزل فيديوهات حل فاسمعها وانت بتحل عادي جدا مفيش مشكله. وحتى لو لقيته منزل حل امتحانات السنين السابقه فسيبها عادي بعد ما تخلص مراجعه الفصول، وبعدين اسمعها وانت بتحل امتحانات السنين السابقه. ودكتور عبد الله ممتاز جدا وكلكم اصلا شكرتوا فيه يعني، حرفيا ما سمعتش حد قال ان هو ما فهمش منه. اما بقى بالنسبه لمستر خالد صقر فما اعرفش الصراحه هو ينزل محتوى ليالي الامتحان يعني الثانويه الازهريه ولا لا، بس اوكي لو نزل عادي وانت عايز تسمعه فتمام مفيش مشكله. مستر خالد صقر ممتاز جدا طبعا، بس فعلا انا ما اعرفش هو هينزل حاجه لليالي امتحان الازهر ولا لا، بس اكيد هينزل يعني. واهم من ده كله انك تسمع حد واحد بس وتمشي معاه بنظامه وطريقته، وما تشتتش نفسك بين كذا حد وكذا طريقه. اي حد واحد بس من الاتنين دول او غيرهم، وفي مثلا زي مستر محمد عبد الجواد، يكفي عادي جدا مع حلك انت كمان، وخصوصا الامتحان بتاع السنين اللي فاتت زي ما قلت لك. بس انما ما تفكرش ان ناقصك حاجة او كده هتبقى مقصر في المادة، لا خالص، ركز بس، والموضوع مش مستاهل تشتيت. وبس كده حرفيا ده كان كل ما يخص ليالي امتحان الكيمياء. فما تنساش زي ما قلت لك تشير الفيديو ده لاصحابك عشان كلهم يستفيدوا، وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه علشان امتحانات السنين اللي وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه علشان امتحانات المواد اللي جايه، وهبقى معاكم اول باول زي الامتحان ده كده والامتحانات اللي فاتت كلها يعني. وهتلاقي تحت في وصف الفيديو لينك قناه التليجرام بتاعتنا، يا ريت تنضم ليها. كان معاكم دكتور محمد عزازي، طالب في الفرقه الاولى طب ازهر دمياط. اشوفكم الفيديو الجاي.